مسا على الناس الكويسه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بقى بايه؟ باكله حلوه قوي 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 قوي. النهارده جايه لكم بالبصوره. ايه بصوره؟ رخيصه ومش مكلفه وبتبقى طعمها حلو قوي. في ناس كتير ما بتحبهاش، فاحنا مش معنى اللي محدش ما بيحبهاش اللي انا ما اعملهاش، لا، اعملها بس ما اعملهاش بكميه كبيره، اعملها بكميه اقل. يعني النهارده انا هعملها عشان عندنا ناس كتير ما بتاكلهاش وناس بس هي اللي بتاكلها، فانا هعملها بكميه صغيره. ده فول مدشوش، ودي كزبره خضراء، ودي بصلايه، وده كان فص ثوم. بس كده هروح اغسل الفول واوريكم انا هعمل ايه. بصوا، انا هنا حطيت ميه ولعت عليها النار، ما حطيتش ميه ياما، يعني حطيت نص الكسرونه او الحله. هنزل بالفول اهو، بعد ما طبعا ما غسلت، وانزل بنص الكزبره الخضراء عشان هوريكي النص التاني هعمل فيه ايه. اهي كده. لو ما عندكيش كزبره خضراء ممكن تحطي رشه ملوخيه ناشفه عادي خالص اهو. وبالثوم بتاعي هنزل كام فص الثوم بتاعي اهو، والبصلايه نقطعها 4/4. بس كده هخليهم على النار لغايه ما يستووا ويغلوا كتير، والاقي كل ده استوى مع بعضه. هوريكي انا هعمل ايه. بصوا حبايب قلبي، بقى شكلها ازاي لما حطيتها على النار. عايزه اقول لكم اللي هي اصلا شربت مني الميه، وانا زودتها كوبايه ميه بعد ما شربت الميه. عايزه اقول لكم ده ربع طن كيلو، يعني اقل من الربع، عشان انا هعمل طبق واحد على قد اللي بيحبها اهو. بعد ما انت عايزه تزودي الكميه طبعا براحتك. بصوا بعد ما استوت بقى شكلها ازاي، انا عايزاها ازاي، يعني ما في، مش باين البصل من الثوم من الفول من كل حاجه. فيلا بصوا اهو، هاجي في الخلاط بتاعي او الهاند براند اللي متوفر عندك اهو. وطبعا لو مش متوفر عندك حاجه من دي، ممكن في المصفى بايدك بعد ما تبرد خالص اهي كده. وهضربها في الخلاط وهوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا بقى اهو، بضربها ضربه كويسه جدا. بصوا بقى شكلها في الخلاط عامل ازاي. هي كفايه كده لان انا ضربتها كويس قوي. هسيبها في الخلاط زي ما هي وتعالي هوريكي هعمل ايه. بصي بقى، دي الوقت الوقت الحاسم بتاعنا ده. البصوره اللي احنا ضربناها في الخلاط نحطها على جنب، ودي نفس هي الكسرولة اللي كنت عامله فيها البصوره، حطيت فيها اي ماده دهنيه زي ما انت عايزه، زيت، سمنه، زبده، اي حاجه. هنعمل بقى الطشه بتاعتنا عباره عن توم، حبه فصين توم حلوين، كزبره ناشفه، وملح اهو هنزلهم في الفول، وكزبره خضراء اهو. لو ما عندكيش كزبره خضراء ممكن تعمليها بالناشفه بس عادي خالص. بس احنا بنحب نعملها بالاتنين، بتديها طعم حلو قوي اهو، وريحه طبعا حلوه جدا. هنبدا هدقهم حلوه قوي وهرجع لكم. بصي يا موزه منكي، انا دقيت الثوم ودقيت الطشه بتاعتها حلوه قوي زي ما قلت لك اهي. بصي يا سلام بقى على الريحه، عايزه اقول لكم على ريحتها وطعمها وحلاوتها. وقايله لكم في اول الفيديو، مش معنى ان في ناس ما بتحبهاش انا ما اعملهاش للناس اللي بتحبها، لا، انا اعملها للناس اللي بتحبها عادي خالص، بس هقلل الكميه. هحمر بقى الثوم بتاعي وهوريكي انا هنعمل ايه. بصوا انا حمرتها حلوه قوي وشلت حبه الصبغ، حبه حلوين. هوريكي بقى ليه انا شلتهم. واجي هنا بالبصاره بتاعتنا او الخليط بتاعنا زي ما انت ما بتحبي تسميه اهو. هخليها بقى ما اقولكيش بقى على حلاوتها وجمالها. انا هسيبها تغلي شويه وهوريكي شكلها في الاخر. بصي طبعا انا سايباها عماله تغلي وبقلب فيها ازاي. بصي سمكها بقى عامل ازاي، كل ما بتغلي وبتلف سمكها بيتظبط معاكي. ولازم طبعا نسيبها على النار تغلي شويه علشان تلف معاكي والفول يلف معاكي. بصوا انا بحب لونها كده، لونها غامق. انت عايزه لونها يبقى افتح من كده، قللي الكزبره
اللون ده في ايدك انتي. بصي سمكها انا بالنسبه لي كده حلوه قوي، فانا هبدا اغرفها اهو في الطبق. بصي جمالها ولا ريحتها ولا لونها، عايزه اقول لك جامده. وعايزه اقول لك انا بسيبها، بصي اهو في الطبق التاني اهو، مش لازم اعملها على الاخر يعني. وطبعا بتسيبيها تبرد خالص، وحواليكي بعد ما تبرد خالص وتبدا تمسك نفسها انا هعمل ايه. بصوا بقى شكلها وهم ازاي. بصوا بقى الخلطه الدقه اللي انا قلت لكم شلتها اهي على جنب. بصوا اهو، تنزلي بيها تحمليها كده اهو كده اهي اهي. بصوا انا طبعا من حلاوتها عشان انا بحبها وبعشقها نسيت اقولك هعملي ايه، لايك وشير وكومنت حلو زيك، واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا مع السلامه، اشوفك في فيديو جديد.